أستاذ موساتي، ملي كنسمعوا السماع والمديح بزاف ديال الناس غايقول لك الأصل ديالو ماشي مغربي، أنت قلبتي وشنو لقيتي؟ لا، هو الأصل مغربي، هو الأصل بالضبط كيرجع للفترة الموحدية، أييه، وغير خصنا نميزو راه كاين السماع والمديح بوحدو. أييه، المديح هي واحد القصائد كتكون مديحية ولكن كتكون قصيرة، فهمتي، كتكون بحال واحد مقطعات ولا اهم، مقتطعات مديحية في حق مدح النبي عليه الصلاة والسلام. والسماع هو قصائد مديحية مطولة، بحال مثلًا البوردة مثلًا، أو مثلًا بحال أشهر وحدة مثلًا المنفرجة ديال ابن النحوي مثلًا، هذه كتسمى السماع، هذه كاين اهم، جوج الأشكال. باش نفهموا التاريخ ديال هاد المسألة هذه خاصنا نرجعوا للفترة الموحدية. في الفترة الموحدية كنعرفوا أن الدولة الموحدية ما كانتش غير دولة عادية في تاريخ المغرب، ولكن كانت إمبراطورية اللي امتدت تقريبا جزء كبير من شمال إفريقيا والأندلس، اهم، وكانوا فيها مجموعة ديال الطوائف والأديان وكذا. فالمسلمين في هذه المرحلة هذه، وواحد الأسرة مسبتها بالضبط العزفيين، قالوا ودي أن نحتفلوا بالليلة المولد النبوي، أييه، إحياء ليلة المولد النبوي، وهنا غادي يكون التاريخ ديالها تقريبا حوالي 639 هجرية. كان أول احتفال شعبي وديني بعيد المولد النبوي. فباش غادي يكون احتفال به، غادي يكون احتفال بقصائد تمدح النبي عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام. والسلام، هذا نوع. النوع الثاني عرفتيني، أو السبب الثاني، هو أن في ديك المرحلة هذيك كانت الطريق إلى الحج صعيبة. فكانوا المغاربة ما كيمشيوش للحج كاملين، لأن بحكم أن لدرجة أن بعض الفقهاء المغاربة اعتبروا أن الذهاب إلى الحج مكروه، لأن كيمشيو الناس كيقدروا يموتوا في الطريق، الهجمات اهم، الصليبية كانت واحد مجموعة ديال الأسباب. فضروري جوج الأنواع ديال الحج. الحج بالبدن هو الإنسان اللي كيقدر يمشي يحج، وكاين الحج بالقلم، هو واحد الإنسان كيكتب واحد القصيدة إلى رسول الله يتغزل فيها بالحضرة النبوية واعتذار أنه ما قدرش يمشي. أييه، فجزء من هاد القصائد هادو بداو كيتغناو. إذًا وفاش تنظم المولد النبوي بداو الناس كيغنيو هاد القصائد هادي. اهم، جات الدولة المارينية، والدولة المارينية كنعرفوا أن عندها علاقة مع المتصوفة ومع يعني مع الفقهاء إلى آخره. فغادي يصدر واحد القرار في عهد أبو يعقوب الماريني باش يولي الاحتفال بالمولد النبوي هو عيد رسمي يضاف لعيد الأضحى وعيد الفطر. غادي اهم، يوليو عندك 3 الأعياد: الميلود والعيد الصغير والعيد الكبير. والليلة ديال الميلود كتحيا بالأمداح وبالذكر، كيكون عيد رسمي وعطلة رسمية، يعني المغاربة ما كيخدموش داك النهار. اهم، فكدار الاحتفالات في القصور ديال السلاطين، وكدار في الزوايا، وبدات كدار حتى في الديور. أوكي، كيجيبوا الناس فراق وكيكون الإنشاد، كيكون إنشاد ديال قصائد مديحية، يعني في الحضرة النبوية أو في مكة أو في الحج. فهنا بدات القضية كتطور. طبعًا الزوايا غادي تطور أدواتها على مستوى المديح والإنشاد والذكر. فكل زاوية خلات خصائصها، مثلًا الزاوية التيجانية أو الزاوية مثلًا يعني مثلًا الحراقية، عندنا مثلًا في تطوان معروف إن واحد مثلًا في فاس، ولات كل زاوية عندها واحد النمط ديالها. شي وحدين مثلًا كيعتمدوا على الآلات الوترية، شي وحدين مثلًا كيعتمدوا على الآلات مثلًا النقرية، أها، كل زاوية خلات واحد الخصائص ديالها. فجاو الموريسكيين والأندلس إلى آخره، جزء من موسيقى الأندلس كنعرفوا الموسيقى الأندلسية ولا كيدار فيه المديح أو اهم، السماع. اهم، ولات كتخص يعني قطع خاصة ومعزوفات خاصة ومقامات خاصة بهذا الغناء هذا. ولدرجة مثلًا أن كنعرفوا أن في فاس مثلًا وفي بعض مجموعة د المدن كانت الماريستانات اللي هي المستشفيات كدير يعني أوقاف كتخصص واحد الجزء من البني كيمشي الريع ديالو ولا العائد ديالو كيمشي يخلّص ناس كيجيو يديروا حفلات موسيقية للمرضى، سواء المرضى بأمراض عضوية أو أمراض نفسية. ومن أشهرهم كان مستشفى مثلًا سيدي فرج في فاس. وهاد الناس كانوا كيديروا من بين الحوايج اللي كيديروا هي المديح والسماع. أييه، كانوا بعض الفقهاء اللي عارضوا، ولكن أغلبية الفقهاء المغاربة قالوا بأن السماع يهذب الأرواح وأنه ينقيها إلى آخره. وهنا كان انتشار ديالو. الفترة السعدية غادي يطلع المديح والسماع وغادي يولي جزء أساسي من الهوية ومن الثقافة المغربية، اهم، لأن الدولة السعدية تبناتو ولات كدير الحفلات العظيمة في عهد المنصور السعدي. يعني الدنيا كما كنقولوا كتوقف في عيد المولد النبوي 7 أيام، يعني 7 أيام ديال الاحتفال كلها أمداح وكلها ذكر، كلها طبعًا كل زاوية بأسلوبها بطريقتها، ولكن كاينة واحد الحالة احتفالية عامة، وهي اللي غادي تبقى مع الدولة العلوية حتى ولا السلطان أو الملك المغربي هو اللي كيرأس الاحتفالات ديال ليلة المولد النبوي اللي كيكون فيها السماع والمديح والذكر بالطريقة المغربية. طبعًا من اهم. بعد انفتحنا على مؤثرات اللي جاية من المشرق، على مؤثرات غنائية أخرى، ولا واحد التنويع في الألحان، ولكن بقات ديك الهوية المغربية. القالب الأساسي تمامًا. بقى، توارث من مرحلة لأنه لمرحلة. جزء في علاقتنا بروحانياتنا. يعني أها، نعطيك مثال من الحوايج اللي كانوا المغاربة كيلوحوا عليها هو الإنشاد الجماعي. وعادةً كيكون واحد المقدم ديال الفرقة اللي كيلوح واحد الأبيات والفرقة كتلوح عليه، ولكن كترد عليه، ولكن كيعتبروا أن الإنشاد الجماعي هو اللي كيوصل ديك الروحانية ما يعرف بالجدبة عند المتصوفة. أها، عندنا مثلًا شي مقامات يعني ضروري الدخلة كتبدا إما بواحد الموال ولا ولا بواحد البيت يعني اهم، يتغنى بالرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. من والسلام. موره كندوزو للصلاة يعني التصلية.
يعني دائما كيكون واحد وكترد عليه الجماعه وكتكون ثابته في كلماتها. من موراه كيكون بيت شعري، وكنرجعوا عاوتاني للصلاه والسلام. عاوتاني بيت شعري كيكون اما 3 أو 4 المرات، يعني على حسب القصيده والطول ديالها كترد عليه. وفي الاخير كننتقلوا من داك الحواريه بين المغني الرئيسي وبين الفرقه الى بين الفرقه وبين الجمهور. اهم، وهذه حاله مقصوده باش انها كتدخل الجمهور في ديك الحاله الروحانيه. اهم. فبالتالي فاش كتولي واحد الحاله جماعيه، وكنا فاش كنحضروا الحفلات ديال المديح وديال السماع وديال كذا، كنوصلوا لواحد الحاله راه كنترفعوا فيها بالدارجه كما كنقولوا، أها، يعني كندخلوا في واحد الحاله روحانيه، واحد الحواريه في القاعه مثلا اللي كيكون اهم. فيها. كتلقى المنشد الرئيسي الجوقه كترد عليه، من موراها كتمشي عند الجمهور. اذا واحد الحاله مهما كان الانسان يعني عامر كما كنقولوا مثقل، في واحد اللحظه هي عمليه تطهير، هي عمليه ترويض اهم. كندخلوا فيها بمدح النبي والذكر عليه ديالو الصلاة عليه الصلاه والسلام. والسلام. الأصوات الرجالية ارتبطت بالأمداح. ماشي الأصوات الرجالية، بل أيضًا الأصوات النسائية. وهذا أها، اللي كان مميز المغرب، أن ما كانش حكر غير الأمداح، ما كانتش حكر غير على الرجال. على الرجال تمامًا. لأن كنعرفوا أن هنا خصنا نرجعوا لواحد الحاجة أساسية، طبيعة التصوف المغربي. التصوف المغربي لم يكن تصوفًا ذكوريًا، ما كانش فيه تصوف غير الرجال. عندنا يعني شهيرات متصوفات وعالمات اهم، وأسماء كبيرة، وكانت فرق أيضًا كداروا وفي المنازل. يعني مثلًا فاش كيهضر اليون الإفريقي في القرن 16 اهم، كيهضر على هذه العاده ديال الإحياء ديال المولد النبوي وديال المديح، اهم. وكيهضر على ان مجموعه الأصوات مثلا، يعني ماشي غير الرجال، فكانوا فرق يعني ذكوريه أو رجاليه، وكانت ايضا فرق نسائيه وبقات مستمره خاصه ولكن في بقى الشمال. غير الحضور الذكوري على بحكم هذا المشهد. الأكثرية ربما أو الأغلبية العددية إذا صح التعبير، أها، ولكن وبحكم أن الأكثر انتشارًا. يعني مثلًا الأصوات النسائية ربما كتكون في مجالات اللي مرتبطة بالمرأة أكثر من أنها مرتبطة بالرجل مثلًا، أو بالفضاءات العامة المشتركة. ولكن هذا لا ينفي أن كانت عندنا هذه الخاصة المميزة على مناطق أخرى في العالم الإسلامي أو في العالم العربي بصفة عامة. كانت عندنا هذه الميزة اهم. ديال حضور الأصوات النسائية أيضًا. ولكن طبعًا كاين الطغى ديال الأصوات الرجالية، وكاين داك الحوارية، وكاين واحد يعني ولو أن وقع واحد الإبداع في المقامات وفي الأشكال. كاين جيل جديد اليوم في مجال الأمداح طبعًا. والسماع. خداو المشعل أستاذ موساتي شباب، وعطاوه ربما طابع يتماشى مع الذوق العربي، والدليل هو أن كاين بزاف ديال الشباب اللي شاركوا بالمديح والإنشاد وفازوا بمسابقات رائعة على مستوى الوطن العربي. أنا كنظن أن السر في طبيعة الأصوات المغربية وفي طبيعة الغناء المغربي. الصوت المغربي عنده اهم، مميزاته، والمغربي غادي تفرزوا فين ما كان. طبيعة المخارج، الحروف، الإلقاء ديالو، كاينة واحد البحة مغربية كتبقى. والقدرة أيضًا على تطويع كل الأشكال الموسيقية الأخرى، من الجاز إلى الموسيقى الآسيوية في قالب مغربي، وتوحيدها وفق واحد الرؤية مغربية. وهذه كانت اهم. خاصية ماشي غير معاصرة، كانت خاصية على من مدار قديم. الزمان، وبقات مستمرة. وهي اللي عطاتنا ديك الخصوصية، خصوصيتنا وتميزنا في قدرتنا على احتواء كل الاشكال الاخرى. ولكن كنعطيو هذاك الطابع المغربي ديالها وكنوصلوها. وهادشي علاش المسابقات ديال المديح او الاصوات بصفه عامه أها. الغنائيه، او حتى المواهب، كتلقى المغربي او المغربيه ضروري غادي يبان وغادي يخلي واحد البصمه مميزه. شكرا لك أستاذ موساتي، مرحبا لله. وتنفتخروا بالتراث والتاريخ اكيد. ديالنا وثقافتنا والتنوع الحضاري اللي عندنا. شكرا أستاذ مرحبا موساتي. لله.